بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، أبناء شعب مصر الكريم والإخوة أعضاء حزب مصر القوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أبعث إليكم بمناسبة عيد الفطر المبارك كل معاني الحب والود والتهنئة بهذا العيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد عيد تجمع بين المصريين وتوافق وتحاب وتسامح بين كل المصريين من كل الاتجاهات وكل الأفكار، بهدف أن نجتمع على حماية وطننا الذي يكتنفه الأخطار في هذا الوقت العصيب من كل أعدائه في الداخل وفي الخارج. أنا أدعو كل أبناء الشعب المصري أن يكون يقظا لوطنه ولمصالح شعبه. الشعب المصري شعب كريم، شعب يستحق أن يحكم بأن أفضل من هم موجودين الآن. مصر تستحق منا أفضل مما نعطيها لها الآن. مصر تستحق منا جميعا أن نتسم بقدر من التسامح والتنازل والتغافر والتصالح من أجل إنقاذ هذا الوطن العزيز. مصر دولة لها حضارة، لها تاريخ، لها واقع، لها جغرافيا، كلها تصب في اتجاه أن هذا وطن كبير أكبر من أن يترك لبعض المغامرين وبعض الطامعين والطامحين في السلطة يمرغون مستقبل وحاضر هذا الوطن ويضيعون مصالحه. رغم كل هذه الآلام فإنني أدعو شباب مصر جميعا أن يملأوا نفوسهم بالتفاؤل وبالثقة، فإن مصر ستخرج من هذا المستنقع الذي وقعت فيه أو الذي أوقعها بعض أبنائها فيه، ولن تخرج إلا بأن يجلس جميع أطراف هذا الصراع الموجود الآن بين طرفين لا يريد أي منهما أن يقدم تنازل من أجل إنقاذ هذا الوطن. أنا أدعو الجميع بمناسبة عيد الفطر، عيد الحب والتسامح، بعد شهر من شهور العبادة الكريمة التي تدعونا للعطاء وللبذل وللصفاء وللنقاء. أدعو الجميع أن يجلس معا ويقدم كل طرف أقصى ما يمكن أن يقدمه من تنازلات من أجل الوطن، ويجب أن يكون بين يدي هذا التفاوض بين طرفي الصراع مواقف من السلطة الحالية الموجودة الآن، مواقف تعيد الثقة لكل الأطراف. يجب أن يطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين، يجب أن يتوقف أي محاولة لاستخدام عنف من أي طرف من الأطراف، يجب أن يعاد كل معاني الحرية لأبناء مصر. ما أغلق من قنوات وما يتم من حصار إعلامي يجب أن يفتح، يجب أن يعود حل مشكلة مصر لأبناء مصر، ولا يجوز أن يتم فتح البلد لكل الوفود الأجنبية لحل مشاكلنا. نحن أولى كمصريين بحل مشاكلنا. نشكر مشاعر كل المجتمع الدولي تجاهنا ورغبته في استقرار مصر وحل مشاكلها، لكن مشاكل مصر لن يحلها إلا المصريون أنفسهم بأن يجلسوا معا وأن يستمعوا لصوت العقل وصوت الرحمة. لا يجوز للدولة أن تستخدم أي شكل من أشكال العنف لمنع أو فض أي مظاهرات أو اعتصامات، بل يجب عليها أن تحمي هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات. ولا يجوز لأي معتصم أو متظاهر أن يحمل أو يهدد بحمل أو باستخدام القوة أو العنف، سواء كان العنف المادي أو العنف اللفظي. نحن نستطيع أن ندير أمورنا ونحل مشاكلنا ونعبر عن آرائنا بكل وسائل التعبير السلمي دون اللجوء لمثل هذه التصرفات التي تثير اشمئزاز الجميع من حولنا. أدعو الله أن يمر هذا العيد بسلام وأمان ورحمة، وأن نجلس معا بين يدي تقديم كل معاني إعادة الثقة والتي طرحناها في مبادرتنا في حزب مصر القوية. نبني جسور لعودة الثقة بتصرفات عملية على الأرض من كل الأطراف، على قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين للرئيس مرسي جميعا أن يعلنوا رفضهم التام لأي شكل من أشكال استخدام العنف، سواء العنف المادي أو اللفظي، ويمارسوا هذا الإعلان بشكل عملي وحقيقي وصادق وأمين على الأرض. على الموجودين في السلطة، الرئيس المؤقت وكذلك
الدكتور الببلاوي رئيس الحكومة وكل الموجودين في السلطة، وعلى وزير الدفاع ووزير الداخلية أن يعلنوا جميعا أنهم لا يمكن أن يستخدموا العنف في مواجهة أبناء مصر، وأنهم سوف يقومون بحماية كل مصري يعبر عن رأيه، سواء كان في ربعة أو في النهضة أو في التحرير أو في أي ميدان، شريطة ألا يستخدم أي شكل من أشكال القوة أو العنف. هذه الأعمال وهذه المقدمات كلها تعيد الثقة بين الأطراف، حتى إذا ما جلسنا معا نستطيع إن شاء الله أن نحل مشاكلنا وأن نعيد لوطننا مساره الديمقراطي، ونعيد السير في اتجاه تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي ما زالت هي الثورة الرائدة. وندرك جميعا أن أي محاولة تحت أي عنوان للانقلاب على هذه الثورة أو إعادة قوى الشر مرة أخرى أو إعادة نظام مبارك وأتباعه مرة أخرى للمشهد السياسي لن يقبلها شباب مصر، ولن يقبلها دماء شهداء ثورة يناير وكل الشهداء الذين تلوا هذه الثورة. دماؤهم أمانة في رقابنا، نحافظ على هذا الوطن، نحافظ على أهداف ثورة يناير. أكرر أيها الإخوة، مصر وطن يعيش فينا ولا نعيش فيه، يجب أن نحافظ عليه، يجب أن نمنع أي شكل من أشكال استخدام العنف. أبعث للجميع بتهانية، أبعث لجيشنا العظيم الصامت في سيناء في مواجهة العنف والإرهاب، أبعث له بكل معاني الحب والود والتأييد والحفاظ عليه. أدعو من يحملون السلاح في مواجهة جيش مصر في سيناء أن يضعوا سلاحهم وأن يعلموا أن هذا الجيش هو جيشهم، أقيم ليحافظ عليهم وعلى أمنهم وعلى أمن وطنهم. أقدم تهانية أيضا لأبناء الشرطة وأذكرهم بأنكم أبناء مصر وأولاد مصر، ولا يجوز أن تسمحوا لأنفسكم أبدا أن تستخدموا الرصاص في مواجهة إخوانكم وشبابكم وأبناء مصر. أوجه تهانية لكل المعتصمين في ميادين مصر والمعبرين عن آرائهم بسلمية. نقدر نضالكم وثباتكم ونحترم كل مطالبكم، شريطة ألا تكفوا عن استخدام وتمتنعوا عن استخدام العنف المادي أو اللفظي. لكل المصريين مسلمين ومسيحيين، لكل المصريين يسار ويمين، لكل المصريين إسلاميين وغير إسلاميين، كل معاني الحب والود والتقدير. عندي ثقة كبيرة بأن مصر ستعود لأهلها، وأن المصريين سيعودون لأخلاقهم، أخلاق الحب والتسامح والود والرحمة. والله أكبر، ويحيى مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.